سيلتيك الاستوكلاندي، تمام، بقدم عرض رسمي للتعاقد مع وسام ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جينا لكم فيديو جديد. قبل ما نتكلم على حاجه ما ننساش صلاه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعزيز اخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم امين. الموضوع الاول معانا في اتفاق شبه رسمي بين النادي الاهلي والنادي المصري ان النادي الاهلي يفسخ عقده مع عمر الساعي، والنادي المصري يفسخ عقده مع احمد عيد، واللاعبين ينتقلوا. احمد عيد ينتقل للنادي الاهلي مجانا، وعمر الساعي ينتقل للنادي المصري مجانا. الاتفاق حصل شبه رسمي. انا كلمتك على الخبر ده امبارح اللي هو كان مقترح، وعلى حسب الاخبار اللي وصلت ان هو الاتفاق شبه رسمي، وخلال ايام هيكون تم حسم الملف ده، تمام. بالنسبه للخبر الثاني معانا، النادي الاهلي رجع رفع العرض اللي هو كان مقدمه لنادي فاركو للتعاقد مع ياسين مرعي، المدافع المميز جدا. اداره الاهلي مقتنعه بيه جدا، ورجع رفع العرض الى 5 مليون جنيه، 35 مليون جنيه للتعاقد مع ياسين مرعي. انا شايف ان ياسين مرعي مدافع كويس جدا، وهو زي ما قلت لك ان هو الاهتمام الاولى بالنادي الاهلي، الاهتمام الاول بالنادي الاهلي بالنسبه للمدافعين المحليين في الوقت الحالي، تمام. وانا شايف ان ياسين مرعي هو مدافع كويس جدا، والكابتن محمود الخطيب واداره الكوره والمدير الفني مقتنعين بيه جدا. فاتمنى يعني ان الصفقه تخلص، وانا من وجهه نظري ان هو ياسين مرعي افضل مدافع محلي في الوقت الحالي. ده بالنسبه للموضوع الثاني معانا. الموضوع الثالث معانا نادي البنك الاهلي رجع رد على اداره النادي الاهلي وقال لهم لو عايزين اسامه فيصل فال 80 مليون جنيه، تمام، وخد اللاعب على طول، يعتبر اللاعب وقع معاه. نادي بيراميدز دخل في الصفقه عشان يبوظ على النادي الاهلي، زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات قبل كده ان نادي بيراميدز دخل في الصفقه. فهو نادي البنك الاهلي قال للنادي الاهلي عايز اسامه فيصل، يبقى تدفع 80 مليون ويعتبر اللاعب وقع رسميا للنادي الاهلي، تمام. انا شايف ان هي 80 مليون مش حاجه تخليك جبت عمر الساعي الموسم اللي فات ب 50 مليون جنيه، ما جاتش على 30 مليون جنيه ونخلص في الصفقه، بما ان هو مفيش مهاجمين كويسين في الدوري المصري، مفيش غير هو اسامه فيصل ابرز المرشحين واحسن، يعني احسن لاعب في مركزه في الوقت الحالي في الدوري المصري. هتجيب محمد شريف؟ محمد شريف مش هيفيدك، محمد شريف اصلا هتجيبه فري، ادي الميزه لمحمد شريف. انما اسامه فيصل انا شايف ان اللاعب بيتطور بشكل كويس جدا، ان هو يفيد للاهلي في المواسم القادمه ان شاء الله يعني. فاتمنى من اداره النادي الاهلي ان هي ما جاتش على 30 مليون، ما انت بتدفع في لعيبه 50 و60. فاتمنى النادي الاهلي يخلص الصفقه على كده ويتم التعاقد مع اسامه فيصل، لاعب مميز جدا والله يعني. الموضوع الرابع معانا واهم موضوع بالنسبه موضوع اسامه ابو علي وانتقاله لاحد الانديه الخليجيه. قلت لك زي ما قلت لك قبل كده ان في احد الانديه الخليجيه بعت عرض للنادي الاهلي قيمته وصلت ل 10 مليون دولار، واللي وصل ل 11 مليون دولار. اللاعب رافض جدا ان هو ينتقل لاحد الانديه الخليجيه، واللاعب عايز يكمل، عايز يروح اوروبا. غير كده فاللاعب مش عايز يروح اللي هو الانديه الخليجيه. في نادي مقدم عرض رسمي للنادي الاهلي، نادي سيلتيك الاستوكلاندي، تمام، بقدم عرض رسمي للتعاقد مع وسام ابو علي. قيمه العرض وصلت كام؟ هي المشكله اصلا في قيمه العرض. قيمه العرض وصلت ل 3.8 مليون يورو. انا شايفها قيمه قليله جدا. انت عندك الدول الخليج كانت عارضه 10 مليون يورو، 10 مليون دولار، والنادي الاهلي برضو كان رافض. فانت عشان تبيع اللاعب ب 3 مليون دولار 3 مليون يورو فهي صعبه جدا. بس المشكله هنا الازمه كلها فين؟ ان هي رغبه اللاعب ان هو يمشي. انا من وجهه نظري انا لا، انا مش همشيك انا ب 3 مليون يورو، تمام، وهسيبك عندي. انت عايز تمشي؟ لا، انا هسيبك عندي يا معلم لحد ما العقد يخلص. وانا محترم وجهه نظر وسام ابو علي ان اللاعب عايز يخرج لاوروبا، بس ماشي، تخرج لاوروبا فيدني انا كمان، انا كنادي لازم استفاد منك، مش تطلع انا ما استفدتش منك حاجه، لا. فانا اتمنى من اداره النادي الاهلي لو وسام ابو علي مصر ان هو يرحل لاحد الانديه الاوروبيه، تمام، بالعرض دوت اللي هو متقدم 3.8 مليون يورو، فاداره النادي الاهلي تسيب وسام ابو علي يكمل في الفريق لنهايه عقده، وبعد كده ينتقل للفريق اللي هو عايزه بعد كده.